السلام عليكم حبايب قلبي، وياكم حسين الرحمن. اليوم راح نحكي عن واحد من أهم المواضيع بالتحليل الفني، وهو كسر الترند سواء كان هابط أو صاعد. هواي ناس تخسر فلوسها لأن تدخل الصفقة قبل ما يصير كسر حقيقي. فبهذا الفيديو راح تتعلم شلون تميز الكسر الحقيقي من الكاذب، وشلون تستفاد من هاي الحركة بالتداول. أول شي لازم نعرف شنو هو الترند. إذا السعر دا ينزل بشكل متسلل فهذا ترند هابط. إذا السعر دا يصعد بشكل متسلل فهذا ترند صاعد. زين، شنو يعني ينكسر؟ يعني إن السعر يغير اتجاهه ويبطل يلتزم بخط الترند. مثلا الترند الصاعد ينكسر إذا السعر ينزل وكسر القاع الأخير، والعكس بالهبوط. تمام. إذا عدنا ترند هابط يعني السعر دا ينزل من قمة إلى قمة. كسر الترند الهابط يصير من يصعد السعر ويكسر آخر قمة كان نازل منها. تمام. إشارات على الكسر الحقيقي: السعر يكسر خط الترند الهابط بخط واضح، يظهر حجم تداول عالي، يكسر القمة الأخيرة بعد الترند، يرجع يعيد اختبار الترند، يهبط عليه ويرتد صعود. الكسر الكاذب: يكسر الترند شوي ويرجع ينزل بقوة، ماكو حجم تداول واضح. تمام. الترند الصاعد يعني السعر دا يصعد من قاع إلى قاع، كسر يصير من ينزل السعر ويكسر آخر قاع. إشارات على الكسر الحقيقي: يكسر خط الترند الصاعد بوضوح، يكسر القاع الأخير، ممكن يرجع يصعد ويختبر الخط ثم يرجع ينزل. الكسر الكاذب: كسر بدون زخم أو حجم تداول، يرجع يصعد ويستمر بالترند. تمام. لا تدخل مباشر بعد الكسر، انتظر تأكيد الكسر، قمة أو قاع مكسور، إعادة اختبار، ثم تدخل بهدف واضح وستوب لوس. مثال: إذا كسر الترند الهابط صعود اشتري بعد إعادة الاختبار. إذا كسر الترند الصاعد نزول بيع بعد إعادة الاختبار. تمام. طيب يا شباب، هسه نطبق تطبيق عملي. مثل ما تلاحظون عندنا ترند هابط هذا، ومثل ما تلاحظون هنا قمة من عندها هبط السعر، ثم رجع سوالنا قمة، هبط، ثم سوالنا قمة، ثم هبط. هنا كسر لنا الخط الترند هذا مثل ما تلاحظون. أنا شنو قلت؟ من يكسر هذا الخط ويرجع يسوي لنا اختبار، يرجع يلامس لنا الخط مرة ثانية، منا ندخل شراء وتخلون ستوبكم جوا آخر قاع، وتاخذون هدف معين. مثلا بس لاحظوا لي، شوفوا السعر وين صعد، بس لاحظوا وياي، شوفوا الصعود اللي سواه لنا. زين، هسه هنا عندنا اتجاه صاعد مثل ما تلاحظون، بس انتبهوا وياي، ركزوا لي. هنا هذا خط ترند صاعد، هنا مثل ما تلاحظون هم كسر لنا هذا الخط، ثم رجع صعد سوالنا اختبار، لامس الخط، منا هم نقدر ندخل بيع. تخلون ستوبكم هنا وتاخذون هدف معين. بس لاحظوا وياي، شوفوا بعينكم الهبوط اللي سواه. صح ما هبط هبوط قوي، مرات يعني ما يهبط هبوط قوي، بس انت تاخذ هنا ستوبك وهدفك. شوف يعني تاخذ هدف معين، تاخذ ربح وتطلع. وهنا عندنا ترند هابط، هنا هم كسر لنا اياه، رجع سوالنا اختبار، هم نقدر ندخل شراء، نخلي ستوبنا هنا وناخذ هدف معين. مثل ما تلاحظون الصعود اللي سواه لنا. وهنا عندنا يعني مثل ما تلاحظون كل ما ترسم ترند ويكسره، هنا ترسم ترند مثل هذا، تشوفون ترند هابط. هنا رجع السعر كسر لنا هذا الخط ورجع سوالنا إعادة اختبار ورجع انطلق. وهنا كذلك، وتقدرون تعتمدون عليه، كل ما يكسر تدخلون سواء بيع أو شراء. تمام.
طيب شبابنا الأعزاء، هذا هو شرح اليوم عن كسر الترند الصاعد والهابط. إذا طبقت هاي الخطوات وانتبهت على الكسر الحقيقي راح تتجنب هواي صفقات خاسرة. لا تنسى تدعمني بلايك وتشترك بالقناة وتفعل الجرس، لأن الجاي بيه محتوى أقوى وأهم. ولا تنسون تنضمون إلى قناتنا التليجرام، هم تستفادون من عدها دروس تعليمية، تحليل، صفقات مباشرة.